السلام عليكم، اهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر باشم ودي قناه تعلم تي في. من الحاجات الظريفه ان الواحد لما بيجي يقرا بيشعر بارتياح كبير جدا. ده لفكره اللي بيقرا بيحس ان في حاجات معلومات جديده وفي تحفيزات وفي حاجات كتير جدا بيتعلمها وفي حاجات بيتعلمها وفي حاجات كان جاهل بيها. هي دي فكره دايما القراءه. اكتر الناس اللي بيكتبوا كتب مترجمه او سواء بالانجليزي او بالعربي عايز يوصل لك فكره معينه، فكره ان دايما القراءه مفيده جدا جدا. ومن الحاجات الظريفه اللي انا لما باجي اقرا دايما بطلع حاجات بتديني الدافع لقدام، وبالذات في كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه بتاع شين كوفي. ومن الحاجات الظريفه او خاطره النهارده من الكتاب ده، بدايتها بتقول: الفوز يعني ان تنهض بعد كل مره تسقط فيها. هقرأ لك الفقرة اللي أنا حسيت إن هي جات لي في وقت أنا كنت محتاج الفقرة دي. كنت محتاج الدافع اللي شين كوفي بيحكي فيه عن كيفية إن أنت لو وقعت 100 مرة دايما حاول تقف، وإن فكرة السقوط أو فكرة الفوز نفسه يعني إن أنت دايما تقع وتقوم. ده معنى الفوز. ومعنى الفشل ان انت تفشل كذا مرة وبعد كده تقوم. في الفقرة دي هعرفك ازاي ان معنى الفوز يعني ان انت تقف كذا مرة. مش معنى كده ان انت اول لما تفوز بحاجة معينة او توصل لمرحلة معينة انت كده خلاص، لا. هو بيقول لك الفوز يعني ان انت تسقط كذا مرة وتقوم بعد كده. فيلا بينا نقرأ الفقرة اللي غيرت فكرتي عن حاجات كتيرة. بيقول لك ايه بقى؟ إننا جميعا نشعر بالخوف من وقت لآخر، ولا بأس بهذا. يقول المثال: أشعر بالخوف وأفعلها في أي حال. إحدى الطرق التي تعلمتها للتغلب على الخوف هي الاحتفاظ دائما بهذه الفكرة في ذهني: الفوز لا يعني أكثر من أن تنهض بعد كل مرة تسقط فيها. تاني، دائما بهذه الفكرة في ذهني. شين كوفي بيقول إن أنا دايما حاطط فكرة في دماغي. بيقول إيه؟ بيقول الفوز لا يعني أكثر من أن تنهض بعد كل مرة تسقط فيها. يجب أن لا تقلق كثيرا بشأن الفشل، ونقلل كثيرا بشأن الفوضى التي نفقدها عندما نتنازل حتى عن المحاولة على أي حال. يعني هنا بيقول لك إن الفكرة إن أنت دايما لما بتيجي تقع خلاص، إن أنت خلاص كده قلت إن أنا وقعت مرة، خلاص كده دي النهاية. دي النهاية اللي أنا دايما بكون ان انا فشلت في الحته دي، فخلاص انا كده فاشل في بقيه حياتي، وانا دايما ان انا مش كويس، وان انا دايما تقعد تقول حاجات لنفسك تحبطك اكتر ما انت اصلا واقع. فدايما بيقول ايه؟ دايما بيقول ايه؟ الفكره فين؟ كان بيقول لك ايه؟ اكثر من ان تنهض كل مره تسقط فيها. يجب ان لا تقلق بشان الفشل، ونقلق كثيرا بشأن الفوضى التي نفقدها عندما نتنازل حتى عن المحاولة. يعني انت خلاص وقعت، فخلاص كده انا مش هكمل، ان انا مش هكمل في الحاجة دي، انا وقعت فيها مرة خلاص، دي النهاية. فبيقول لك على اي حال، الكثير من هؤلاء الذين نكن لهم اعظم الاعجاب والاحترام اخفقوا عدة مرات. وهنا هيبدأ يديك امثلة عن ناس من سنين السنين ماتوا، ولكن الناس دي وصلت لنا في 2023. الناس دي كانت أعظم ناس في كل المجالات، أعظم ناس في الموسيقى، أعظم ناس في العلم، أعظم ناس في كل حاجة، في الاختراعات، في الكيمستري، في الفيزيكس، في الماث، في كل حاجة، في كل مجالات العلوم، في كل مجالات الموسيقى. هنا بدأ شين كوفي يدي فكرة عن الحاجات اللي الناس كانت فاكراها ان دي ناس طلعت مرة واحدة بصاروخ كده. ما عرفش ان الناس دي تعبت لغايه لما وصلت للي هم وصلوه لنا ده. وكان اقرب مثال بيقول لك ايه؟ باب روث ويبدا من جديد 130 1330 مره. ألبرت أينشتاين، طبعا ألبرت أينشتاين يعني واحد من أعظم واحد في مجال العلوم. بيقول لك إيه؟ لم يستطع التكلم حتى بلغ الرابعة من عمره. ودي تقريبا يمكن أول مرة أعرفها. يعني ألبرت أينشتاين معروف دايما بمعادلاته
الحاجات اللي دايما كان بيحطها في الكيمستري او سواء كان في الفيزيكس او في الماث حتى، كان دايما بيتكلم عن معادلات ونظريات وبيقول لك من نظريه ألبرت اينشتاين. فالراجل ده يعني من كتر ما انا فاكر ان الراجل ده عظيم، اول مره اعرف ان هو يعني حتى بلغ الرابعه من عمري. يعني دي اول مره اعرف ان ألبرت اينشتاين قعد طول حياته، طول حياته ايه، لا يعني قعد 4 سنين من حياته ان هو يتاخر في الكلام. مدرس الموسيقى بيتهوفن طبعا، يعني بيتهوفن ليه موسيقى عالميه جدا. فبيقول لك قالوا عن بيتهوفن انه ميؤوس منه كمؤلف موسيقي. بيستر او لويس بيستر، لا يعني اللي يعرف دي في الكوميكس يكتب لي تحت علشان انا يعني ما اعرفش مين ده. حصل على تقدير مقبول في علم الكيمياء. عالم الصواريخ براون، طبعا براون مشهور جدا، يعني انا الراجل ده اعرفه. يعني لما بدات احكي في فكره ان الصواريخ وازاي اتاسست والحاجات دي، فجاب لي واحد اسمه براون راسب في امتحان الجبر في الصف التاسع، في ايه، في الكيمياء. طبعا بيقول لك ايه الكيميائيه مدام ماري كوري، ما اعرفش دي مين برضو. يعني انا دي الناس دي اول مره اعرفهم، فما اعرفش مين دول. يعني في ناس زي ألبرت اينشتاين ده انا عارفه، بيتهوفن انا عارفه، براون انا عارفه، لكن مدام ماري كوري دي انا اول مره اعرفها. مرت بانهيار مالي كامل، فتم استبعاده. او مين، جوردان، ما اعرفش برضو، مايكل جوردن، مايكل جوردن، تمام، مايكل جوردن تم استبعاده من فريق كرة السلة بمدرسة عندما كان في الصف الثاني من عمره. وبس كده. الفكرة بقى يا صديقي اني انا دايما لما بحاول ان انا اقرأ في الكتب، دايما بحاول ان انا اطلع فكرة معينة احاول اديها لك، واحاول دايما ان انا استفاد منها اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي ممكن يعني امثله على الناس دي زي ألبرت اينشتاين او براون او مين تاني، مايكل جوردن، او الناس دي احنا عرفناها وهم في المكانه دي. ما عرفناش ان الناس دي مرت بكذا حاجه لغايه لما وصلت اللي هم فيه ده. فدايما حاول ان انت لما تقع مره ما تقولش ان انا خلاص كده، ان انا دي النهايه. يعني انا اديك مثال على نفسي. انا واحد تقريبا مريت بحاجات كتير جدا في السنه دي. لو انا كنت حاطط ايدي على خدي وما حاولتش ان انا اعوض السنه دي في حاجه كويسه تدخل لي دخل مادي، او ان انا اقرا، او انا اعمل حاجات كتير، انا السنه اللي فاتت رسبت في الكليه وحسيت ان دي خلاص، ان انا دي النهايه. ايه ده انا فشلت، يمكن اول سنه اسقط فيها. طب ازاي ان انا اسقط في السنه دي؟ بس اللي انا سبحان الله ما عرفتوش ان ربنا بيعوضك بحاجه تانية. عوضني بشغل كويس، عوضني بوقت كبير ان انا اقدر اقرا، اتعودت ان انا اذاكر، ان انا اقوي نفسي في كورسات سنه كامله. كنت هل انا شايف الحاجه دي لو انا خلاص كنت قعدت قلت ان انا يعني رسبت او سقطت في السنه دي، وان انا خلاص كده دي ان انا مش هخش كليه تاني، ده انا ازاي اسقط، ده انا ازاي وازاي. بس دايما بحاول ان انا افهم ايه المغزى من الفكره دي، ايه المغزى ان انا اسقط. طب انا ليه سقطت، انا ليه عدت السنه؟ انا كل فكرتي ان انا ليه انا سقطت، بس ايه اللي وصلني للصوت ده انا ما كنتش عايز اقتنع بيه. فدايما حاول ان انت لما بتفشل في حاجه اعرف ايه سبب فشلها، واعرف حاول تعمل يعني اتزان بين الاتنين. ان انت فشلت في الحاجه دي بس هعوضها في حاجه تانيه. فشلت في حاجه، جرب مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني الناس اللي انا حكيت لك عنهم في الكتاب ده دلوقتي لو سقطت مره ما كانش ألبرت اينشتاين وصل لنا للحاجات اللي احنا كنا عارفينها دي. ما كانش مايكل جوردن من اعظم الناس بتاعت كرة السلة. ما كانش براون عالم الصواريخ اللي سقط في الجبر ما كانش توصل لفكرة الصواريخ الفضائية. فحاول دايما ان انت تشيل فكرة ان انا وحش، ان انا لا ده انا ده في ناس احسن مني، ده انا ده مش عارف ايه، ده انا ايه. حاول دايما تشيل الفكرة دي من دماغك، لانك دايما لو حطيت الفكرة دي في دماغك
ان انا وحش وانا مش هكمل في الحاجه دي، وان انا في ناس احسن مني، وان انا مش عارف ايه وايه وايه، مش هتوصل لحاجه. لو كل واحد فكر بنفس التفكير بتاعك ده وقال ان انا وحش في المجال ده، محدش هيوصل في مجال معين، ومحدش هيتميز في مجال معين. هي دي الحياه، هي دي فكره الحياه، ان دايما انت بتقع وتقوم. هي دي، مفيش فكره الرفاهيه اللي انت عايزها، مفيش فكره ان انا دايما كويس في كل الاوقات، مفيش دايما ان انت احسن في كل الحالات، مفيش ان انت يومك لازم يمشي كويس، مفيش الحاجات دي كلها. يومك عباره عن ان انت تقع وتقوم، مفيش يوم ان انت لازم ان انا اكون كويس في اليوم ده، مفيش الكلام ده. مفيش حد يضحك عليك بتوع التنميه البشريه يقول لك ان انت دايما جامد، يعني ان انت يومك لازم يمشي كده ومش عارف ايه، وان انت لازم عشان ما تقعش. مفيش حد في الحياه ما بيقعش، مفيش حد في الحياه ماشي يعني عارف في الدنيا ماشيه ازاي، مفيش حد كده، مفيش حد بيطلع الغيب عشان يقول لك ان انا عارف في كل حاجه. فحاول دايما تقرا في الكتب، يعني الكتب ثم الكتب هي اللي هتفك لك عقد حياتك. مهموم اقرا، متضايق اقرا، فرحان اقرا، زعلان اقرا، كل حياتك عباره عن قراءه. يعني اول ايه ذكرت في القران بتقول اقرا، فيعني ما تكونش اول سوره في القران اقرا واحنا اقرا لا تقرا. فبس كده، هي دي الفكره، ان انا حبيت ان انا اقول لك من الفكره دي ان انت دايما الفوز هو عباره عن ان انت تقع كذا مره وتقوم. هو دي فكره الفوز، مش فكره الفوز ان انا يعني فزت مره خلاص كده. لا، الفوز هو انك تقع 100 مره وتقوم. هي الفكره في كده. فحاول دايما تفتكر المقوله بتاعت شين كوفي: الفوز يعني ان تسقط 100 مره او 1000 مره وان تنهض مره واحده. فبس كده. فما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نوصل لل1000 سبسكرايب، واللايك اهم حاجه، اللايك يعني لايك. ثانك يو فور واتشنج على المشاهده دي. اشوفك على خير في فيديو جديد من كتاب جديد. السلام عليكم.